أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي مجلة مغرب اليوم في حلقة جديدة من هذه الحلقات التي نخصصها للحديث عن القضايا الوطنية وكل ما يشغل المواطن وأيضا الرد على أعداء الوطن. احنا تكلمنا في أول مرة لما عرفنا بهذا المشروع، لما عرفنا بالخط التحريري لمجلة مغرب اليوم، أكدنا على أن واحد من أهم الأهداف التي تقوم عليها المجلة هي الرد على أعداء الوطن، الرد على شبهات هؤلاء الأعداء، فضح هؤلاء الأعداء. هذه مهمة نتشرف ونعتز بأننا نقوم بها في مجلة مغرب اليوم. ولهذا في الحلقة ديال اليوم غادي نتكلموا على واحد من هؤلاء الأعداء، واحد من هؤلاء الخونة اللي اليوم خرجوا من المغرب رغم أن أصولهم مغربية، ولكن للأسف الشديد تلقوهم كيفاش تيتكلموا على المغرب بكل سوء، كيفاش تيشوهوا السمعة ديال المغرب في الخارج، كيفاش تيحاولوا ينالوا من هذه الصورة الرائعة اللي تمثلها المغرب اليوم والتي تتحدث عنها كل صحف العالم، خصوصا بعد الإنجاز المونديالي بقطر. اليوم غادي نتحدثوا على واحد الشخصية اللي تكلمت كثيرا، تحدثت كثيرا، لفقت كثيرا من الأكاذيب، دعت كثيرا من الافتراءات. فبالتالي مهمتنا اليوم هي أننا نرد على مثل هذه الأكاذيب وهذه الادعاءات. الشخص اللي غادي نتكلموا عليه اليوم هو علي أعراس. السؤال اللي تيطرح نفسه، علاش غادي نتكلموا على علي أعراس؟ أنا شخصيا أحب الحديث وأحب فضح هذا الشخص هذا لعدة أسباب. السبب الأول هو أني جد فيما أدعي جد مطلع على تفاصيل الملف ديال علي أعراس. عارف وخاد علي أعراس، عمرني تلاقيته ولا عمرني شفته ولا عمر كانت شي حاجة مشتركة بيني وبينه، ولكن من خلال متابعتي للموضوع على علم بكل التفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذا الشخص وغادي نتكلموا عليها. ثانيا اللي تيضرني بزاف هو أنه من حق أي مغربي، من حق أي مواطن مغربي في حدود السقف اللي متفق عليه بين المغاربة جميعا اللي هو الله الوطن الملك، فيما عدا ذلك من حقك أنك تنتقد، من حقك أنك ما يعجبكش الواقع ديال المغرب، من حقك أنك تقول واقع المغرب سيء كاع، واخا هذا كلام عدمي وغير واقعي، ولكن حرية التعبير اللي عندنا في هذه البلاد ما كايناش في دول كثيرة تتشدق بحرية التعبير. من حقك أنك تقول المغرب حالته سيئة جدا، انتقد الصحة وانتقد التعليم وانتقد حتى المؤسسات وطريقة تدبيرها للملفات الكبرى، انتقد الحكومة، انتقد رئيس الحكومة، انتقد الوزارات، حتى واحد ما غادي يمنعك وحتى واحد ما غادي يحبسك، ومن حقك أنك تنتقد ما تراه أنه يستحق الانتقاد بغض النظر على داك الشيء ديالك اللي غادي تقول واش صحيح ماشي صحيح، واش موضوعي ماشي موضوعي، ولكن هذه هي حرية التعبير، هذا الشيء اللي عطى الله. ولكن هذا الشيء تنديروه وتنقوموا به بيناتنا داخل الوطن ديالنا، حنا كأبناء وطن واحد داخل وطن واحد نتدافع. هذا الشيء سميتو سنة التدافع. واحد تيقول هذا الشيء زوين، واحد تيقول لا لا خو خايب، واحد تيقول الواقع ديال التعليم مزيان، واحد تيقول لا واقع ديال التعليم خايب، وكل يدلي بحججه، وكاينه ندوات وكاينه مناظرات وكاينه هكا لقاءات تلفزيونيه. هذا هو المغرب الذي نريد. حنا ما بغيناش مغرب اللي كل شيء تيقول فيه العام زين وكل شيء بخير وكل شيء زوين، لا، هذا ما غاديش يساعدنا على اننا نطوروا بلادنا. بغينا نقاش حقيقي، ولكن داخل الوطن انك تمشي تخرج من الوطن وتبدا تلفق الاكاذيب والافتراءات للوطن ديالك وتحاول انك تشوه السمعه ديال الوطن ديالك، اسمح لي هنا دخلنا في الخيانه للوطن. هادشي غير مقبول باي شكل من الاشكال. كون معارض في بلادك، على المغرب ما عمره عرف معارضين، راهما كانوا معارضين كبار وفي الاخر تولاو رئاسه الحكومه وخداو الوزارات وخداو كل شيء، ولكن داخل وطنهم. رجعوا لعلي أعراس. شكون هو هذا علي أعراس؟ قبل ما نعرفوا شكون هو هذا علي أعراس، حيت هذا علي أعراس
إلى سنوات قليلة كان شخصية مجهولة لا يعرفه أحد اليوم ليتشدق بأنه تعرض في المغرب للتعذيب و شكون هذا علي أعرس. قبل ما نتكلموا عليه غادي نرجعوا لواحد الكرونولوجيا تاريخية. تنتمنى منك مشاهد الكريم أنك تتبع معايا، لأن غادي يمشي معك خطوة بخطوة بكرونولوجيا تاريخية جد دقيقة. غادي نبداو بسنة 1975. سنة 1975 غادي تعرف اغتيال القيادي اليساري عمر بن جلون. عمر بن جلون سيتم اغتياله، وسيتهم واحد التنظيم إسلامي اللي كان في ذلك الوقت باغتيال عمر بن جلون، اللي هو تنظيم الشبيبة الإسلامية. وكان على رأس هذا التنظيم طبعا عبد الكريم مطيع. عبد الكريم مطيع بعد اتهامه بالتورط في اغتيال عمر بن جلون غادي يهرب وغادي يفر من المغرب وغادي يخرج. وطبعا التنظيم ديالو غادي يتشتت وغادي يتوزع الى عده تنظيمات، حتى الحزب اليوم اللي كان الى وقت قريب في الحكومه لولايتين متتاليتين اللي هو حزب العداله والتنميه، حتى هو كان فصيل من التنظيمات اللي انشقت على تنظيم الشبيبه الاسلاميه. ماشي موضوعنا هذا. المهم، واحد من التنظيمات اللي انشقت على تنظيم الشبيبه الاسلاميه سنه 1978 سيتم تاسيس حركه المجاهدين في المغرب. حركه المجاهدين في المغرب هو تنظيم منشق على تنظيم الشبيبه الاسلاميه بقياده واحد الشخص اللي اسمه عبد العزيز النعماني، اللي غادي يمشي لاوروبا خصوصا فرنسا وبلجيكا، وغادي يحاول يستقطب عدد من المغاربه المعارضين للنظام والمنشقين على تنظيم الشبيبه الاسلاميه، وغادي اسس حركه تنظيم المجاهدين المغاربه. طبعا كان الهدف من هذا التنظيم هو بث الرعب داخل المغرب، هو زعزعه النظام، هو زعزعه الاستقرار ديال المغرب. وبدا هذا التنظيم تيشتغل وتيجيب عدد من الاسلحه وتيشري اسلحه والى اخره، وتيحاول ادخالها الى المغرب لزعزعه استقرار المغرب. ولكن ولله الحمد فشلت كل المحاولات. واكثر من ذلك، سنه 1984 سيتم اغتيال عبد العزيز النعماني بفرنسا في ظروف غامضه. الى اليوم لا يعرف احد من اغتال عبد العزيز النعماني، كيف تم اغتياله، من هي الجهه المدبره لهذه العمليه. 1984 سال الحديث على شي حاجه سميتها تنظيم حركه المجاهدين في المغرب. ما بقينا تنعرفوا عليها حتى خبر. ذكرت واحد المره في الحادثه ديال 94 ديال التفجيرات ديال مراكش ديال اطلس اسني، ولكن فيما بعد تبين ان هذوك الناس اللي قاموا بتلك العمليه لا علاقه لهم بهذه الحركه. ما بقينا سمعنا والو على هذا التنظيم الى حدود 2003. 2003 كما تعرفون جميعا 16 ماي واحداث الدار البيضاء وتفجيرات الدار البيضاء. هاد التفجيرات ديال الدار البيضاء غادي تخلي السلطات الامنيه انها تقوم بعدد من الحملات الامنيه في المغرب، واثناء تلك الحملات الامنيه غادي تكتشف عدد من التنظيمات الارهابيه المسلحه اللي واخا ما عندهاش علاقه ب 16 ماي، ولكن الحملات الامنيه اللي تالت 16 ماي ادت الى اكتشافها. عدد من التنظيمات صغيره شويه متفرقه هنا وهناك في بعض المدن، وكان من اشهرها تنظيم ريشار روبير الفرنسي. ريشار روبير اللي كان في فاس. في مدينه فاس سيتم القبض على ريشار روبير هو والمجموعه اللي كانت معاه، واللي كان عندها امتداد في مدينه طنجه. هذا ريشار روبير قصته بوحده. المهم دخل من فرنسا، بغى ياسس تنظيم ارهابي داخل المغرب، واشتغل في جوج ديال المدن، في طنجه وفي مدينه فاس. فتعتقلت المجموعه ديالو سواء اللي في فاس او اللي في طنجه. وهنا سيتم اكتشاف واحد المفاجاه. واحد من الناس اللي كان عندهم ارتباط بريشار روبير في ذلك الوقت هو محمد النقاوي. محمد النقاوي اللي غادي نعرفه حتى 2003 انه هو اللي اصبح امير حركه المجاهدين في المغرب خلفا لعبد العزيز النعماني. محمد النقاوي اللي كان حكم غيابيا بسنوات طويله،
اختفى عن الأنظار ودخل المغرب، وكان مدينة طنجة، وكان عايش بهوية مزورة، ونسي أمره ولم يكتشفه أحد، وما غادي يتعرف حتى ل 2003. 2003 غادي تعتقل محمد النقاوي، ومحمد النقاوي في الاعترافات ديالو اللي كانت امام الشرطه غادي يصرح بان فعلا حركه تنظيم المجاهدين في المغرب، ولا البعض تيسميها تنظيم المجاهدين المغاربه، كانت تشتغل طيله هذه المده. واخا ما عرفنا عليها حتى خبر، ما عرفنا عليها حتى خبر، لانه ولله الحمد لم تنجح في اي عمليه من عملياتها. ولكن المفاجئ في التصريحات ديال محمد النقاوي ان اللي كان مكلف خلال هذه الفتره بشراء الاسلحه وادخالها الى المغرب هو واحد الشخص اسمه علي أعراس. وهنا لاول مره غادي نسمعوا بسميت علي أعراس، شخص كان ضمن تنظيم حركه المجاهدين في المغرب، وكان مشرف على ادخال عدد من الاسلحه. وقال النقاوي في تصريحاته بانه فعلا تمكن من ادخال عدد من الكلاشينكوفات وعدد من المسدسات، سواء المسدسات العاديه او المسدسات الاوتوماتيكيه، وتم اكتشافها طبعا في عدد من المدن المغربيه. هنا غادي تذكر علي أعراس لاول مره. من الطبيعي جدا ان المغرب غادي يدير مذكره، لان علي أعراس ما كانش في المغرب، غادي يدير مذكره بحث دوليه للقبض على علي أعراس. علي أعراس في هذا الوقت كان مازال تيشتغل، كان مازال خدام، كانت باقا السلطات الامنيه ما عرفتش بالضبط المكان ديالو الى حدود 2008. شو غيوقع في 2008؟ 2008 السلطات الامنيه المغربيه غادي تكتشف واحده من اخطر الخلايا الارهابيه اللي عرفها المغرب في القرن الجديد، اللي هي ما عرف بخليه بالعرج، نسبة إلى مول التنظيم عبد القادر بن العرج. عبد القادر بن العرج اللي كان في واحد الوقت ضمن حركة تنظيم المجاهدين في المغرب، ولكن شق فيما بعد وأسس التنظيم المستقل ديالو، حتى هو من خلال مغاربة بلجيكا بالخصوص وشوية من فرنسا، واشتغل على الإعداد لتنظيم لعمليات مسلحة وتفجيرات داخل المغرب. وهنا مفاجأة أخرى، غيعترف عبد القادر بن العرج في التصريحات ديالو بأنه كان على صلة بواحد المهرب أسلحة كرواتي، وأن هذاك المهرب الأسلحة الكرواتي فعلا جاب ليه عدد من الأسلحة، أسلحة جد متطورة، أسلحة من نوع عوزي، يعني رشاشات عوزي، كلاشينكوفات، مسدسات بمختلف الأنواع، مختلف الذخائر الحية، وأنه تواصل معه، وأنه فعلا هذاك الكرواتي أمد بالعرج بهذه الأسلحة، وأن الممول لكل تلك الصفقة كان هو علي أعراس. علي أعراس هو اللي مول هذه الصفقة لإدخال هذه الأسلحة للمغرب لزعزعة استقرار المغرب. طبعا المغرب صدر مرة أخرى مذكرة دولية لاعتقال علي أعراس، فعلا سيتم اعتقاله في مدينة مليليا وسيعرض على القضاء الإسباني. واللي كان مكلف بالملف ديال علي أعراس، وهذه هي نقطة مهمة جدا، هو بالتر غارسون، اللي معروف ومشهور عالميا بالدقة ديالو في التحقيقات المتعلقة بالإرهاب. علاش أنا تنأكد على هذه النقطة؟ لأن غيجي علي أعراس من بعد وغيقول هادشي كله تلفيقات وهادشي كله كذب، وأنه ما عمرو شرى شي سلاح وما عمرو دخل شي سلاح. غارسون بنفسه هو الذي أشرف على الملف وأثبت فعلا أن علي أعراس متورط في عمليات تهريب الأسلحة إلى المغرب لزعزعة استقرار المغرب، وقررت بناء على ذلك إسبانيا تسليم علي أعراس إلى المغرب. 2010 المغرب سيتسلم علي أعراس، وغادي تحط له الملفات ديالو كاملة كما هي، وسيحكم عليه ب 12 سنة نافذة. 12 سنة.
باقي الفيلم ديال علي أعراس لم يكتمل. أثناء التحقيقات في قضية بالعرج، السلطات الأمنية المغربية غادي يجيها الاسم ديال واحد الجزائري سميتو بن عتو، وسيطلب المغرب من بلجيكا، كان معتقل ببلجيكا، تسليمه نظرا لتورطه في قضايا تمس الأمن المغربي. بلجيكا سلمات الجزائري بن عتو إلى المغرب، وبن عتو سيعترف مرة أخرى أنه عدد من الأسلحة اللي كان يريد إدخالها إلى المغرب، واللي كان حتى هو وسيط في شرائها، رفقة علي أعراس من أجل إدخالها إلى المغرب، ومن أجل تخريب وزعزعة الاستقرار ديال هذا الوطن الحبيب. كاين شي حاجة أكثر من هذا الشيء؟ اعترافات، تحقيقات إسبانية ومغربية، اعترافات ديال الأصدقاء. أكثر من هذا يقدر شي واحد يجي ويقول لنا مثلا، يقول لنا بأن هذا الشيء اللي تتكلموا عليه وهذا الشيء اللي تتهضروا عليه غير روايات أمنية، روايات بوليسية. باش عرفنا بأن هذا الشيء صحيح؟ شكون اللي قال لكم بأن هذا الكلام وهذه القصة اللي تتعاودوا وهذه التواريخ وهذا الشيء بأنه صحيح؟ يمكن غير التلفيق ديال البوليس، تعرفوا بزاف ديال الناس عندهم هذا الهوس ديال أن أي حاجة جات من الأمن فهي غير صحيحة. اللي عاود هاد التفاصيل واللي أكد هاد التفاصيل ماشي غير الأمن فقط من خلال المحاضر، عبد الرزاق سماح. شكون هو عبد الرزاق سماح؟ عبد الرزاق سماح كان أمير ديال علي أعراس ضمن حركة تنظيم المجاهدين في المغرب، كان الشاف ديالو، كان القائد ديالو، كان علي أعراس هو جندي عند عبد الرزاق سماح. عبد الرزاق سماح حكم طبعا فيما بعد وقضى ما قضى من سنوات السجن، ودار مراجعات فكرية مهمة، وخرج من السجن وفضح كل شيء. وبإمكانكم أنكم ترجعوا الفيديوهات ديال عبد الرزاق سماح اللي يحكي بالتفصيل كيفاش أن علي أعراس كان مكلف من طرف سماح بإدخال الأسلحة إلى المغرب، وكيفاش أن سماح اليوم يناشد علي أعراس أنه يكشف على بعض الأسلحة إلى كانت مازال، خصوصا أنه في 2012 السلطات الأمنية المغربية قالت بأنه اكتشفت كل الأماكن، خصوصا بعد اكتشاف عدد من الأسلحة في منطقة سبعيون قريبا من مدينة فاس، وفي واحد المنطقة قريبا من تيفلت. عبد الرزاق سماح اللي كان القائد التنظيمي ديال علي أعراس فضحه فضحا. إذا ما بقاتش غير رواية ديال البوليس. إذا باش يجي دابا هذا علي أعراس ويبقى يقول لنا لفق لي وحكمت ظلما وهذا الشيء كذب والنظام دخلني الحبس ظلما وعدوانا، الله يا ودي، الأدلة موجودة، المحاضر موجودة، المحاضر ديال المغرب، المحاضر ديال إسبانيا، الأصدقاء ديالك. بالمناسبة محمد النقاوي اللي اعترف أمام الشرطة وأمام المحكمة بأن علي أعراس كان مشرف على إدخال عدد من الأسلحة إلى المغرب، راه كان الأمير ديال التنظيم، كان أكثر حتى من عبد الرزاق سماح. وأنا في ظروف معينة تلقيت محمد النقاوي وحكى لي مباشرة، هادشي ماشي أخبار جمعتها من قصاصات الصحف ولا مواقع، محمد النقاوي حكى لي بالتفاصيل قصة تنظيم حركة المجاهدين في المغرب. هادشي علاش قلت أنا هذا الملف على علم بكثير من دقائقه وتفاصيله. نقطة أخيرة غادي نختم بها باش نفند بها الادعاءات والأكاذيب والشبهات ديال المدعو علي أعراس. وقتاش علي أعراس جا للمغرب واعتقل وحكم ودخل السجن؟ 2010. هو دخل في 2010، يعني من 2010 فما فوق، ويدعي أنه قد تعرض للتعذيب ومشى دار شواهد وجالس يدور في العالم وتيدير فيديوهات وتيقول أنا مشيت للمغرب ولفقوا لي تهام فقط لأنني معارض للنظام وأنني تعرضت للتعذيب. أنا نستطيع بحكم متابعتي للملف وبحكم قربي للملف نأكد
أن ادعاءات التعذيب بعد 2010 سواء من علي أعراس ولا غير علي أعراس هي ادعاءات كاذبة كاذبة. ولكن باش تقولي 2010 كاين التعذيب كذب. كان المغرب قطع قطعا نهائيا لمصلحته هو، لأن المغرب كان بدا تيبني الصورة الجديدة ديالو. المغرب عنده الملف ديال الصحراء، والملف ديال الصحراء ملف جد حساس، وما خصش تسجل اي نقط سوداء على المغرب في ملف حقوق الانسان باش يضمن الدعم ديال الدول الكبرى في العالم. وبالتالي كانت تعليمات ملكيه لجميع الاجهزه الامنيه والسجنيه بان ممنوع تعريب اي معتقل، سواء كان عند الشرطه سواء كان في السجن. انا هذا الشيء اللي تنتكلم عليه شاهد عليه وحاضر ليه ومتابعه يوما بيوم. اذا السي عراس ما تجيش تكذب على الناس، ما تجيش تشوه، تحاول ما عندك ما تشوه، تحاول تشوه الوطن ديالك باكاذيب وافتراءات لا اساس لها من الصحه. من بعد 2010 نتحداك ونتحدى حتى اخرين انهم يثبتوا حاله تعذيب او اختطاف وحده وقعت في المغرب. اذا كل كلامك كذب، كل كلامك شبهات، كل كلامك مدحوض، كل افتراءاتك واهية. جيتي عندي أنا جد عارف بهذا الملف، جد خبير بهذا الملف باش نحطك في صورتك الحقيقية حبا في هذا الوطن وإكراما لهذا الوطن. شكرا لكم وإلى حلقة أخرى.